السياسة بالدارجة كتقرب لكم الخبر العاجل كما قريتوا العنوان، ولكن قبل ما نكملوا التفاصيل خليكم معايا، حيث اللي غادي تسمعوا دابا ماشي غير تعاون عادي، بل تحركات كبيرة كتوقع في صمت. أبرز أمس المشاركون في أشغال اللجنة المشتركة للتعاون على مستوى الخبراء إرادة البلدين في تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة في عدة قطاعات على غرار الطاقة، المنشآت القاعدية، الاتصالات والمالية. ولكن السؤال هنا، علاش دابا بالضبط وعلاش هاد السرعة في التعاون؟ واش حنا قدام شراكة اقتصادية فقط ولا كاين شي حاجة أكبر كتحضر في الكواليس؟ خليكم مركزين، حيث التفاصيل الجاية غادي تبدل الطريقة اللي كتشوفوا بها هاد الأخبار. هاد التعاون ماشي عادي، حيث كيشمل حتى قطاعات جديدة بحال المؤسسات الناشئة، الابتكار والسياحة. يعني ماشي غير مشاريع تقليدية، بل توجه جديد كامل. وقد ترأس الاجتماع مناصفة كل من بوعلام شبيحي وسليمان إيساكو بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية. ولكن فين كاين القوة الحقيقية؟ القوة ماشي في الأسماء، القوة في الرسائل اللي كتوصل من هذا اللقاء، حيث هذا الاجتماع شكل فرصة للوقوف عند أهم المشاريع بين البلدين. وهذا الشيء كيعني أن المرحلة الجاية ماشي مرحلة كلام، بل تنفيذ. ولكن شكون غادي يستافد أكثر وشكون ممكن يتضرر من هذا التقارب؟ الجواب غادي يبان شوية بشوية. العلاقات بين الجزائر والنيجر ماشي جديدة، بل مبنية على روابط تاريخية قوية وروح الأخوة. ولكن اليوم كاين تغيير في النبرة، كيقولوا خاصنا نترجموا الإرادة السياسية لنتائج ملموسة. وهنا كيبان التحول الحقيقي، ما بقاش غير تعاون، بل كاين ضغط باش يتحول لواقع بسرعة، خصوصا مع التركيز على تسريع المشاريع، توسيع التعاون، خلق قطاعات جديدة. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه، واش هاد الشيء غير تنمية ولا كاين أهداف استراتيجية أكبر؟ خليكم معايا، حيث اللي جاي أخطر. هاد الدورة جاية مباشرة بعد زيارة قوية للرئيس النيجيري للجزائر في فبراير 2026. وهنا بدأ كل شيء كيتسارع، تم اتخاذ تعهدات كبيرة، والحديث ولا على شراكة استراتيجية، ماشي غير تعاون، بل تحالف اقتصادي وسياسي. وهنا خاصك تسول، علاش دابا بالضبط وشنو كيتحضر في المنطقة؟ خصوصا وأن منطقة الساحل كتعيش توترات كبيرة، وهذا التحالف ممكن يكون عنده تأثير كبير. ولكن التأثير على شكون؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا نجاوبوا عليه. دابا ندخلوا في لب الموضوع. كاين مشاريع ضخمة، الطريق العابر للصحراء، أنبوب الغاز نيجيريا نيجر الجزائر، الربط بالألياف البصرية. هذه المشاريع ماشي عادية، هذه المشاريع قادرة تبدل الاقتصاد وتفتح طرق تجارية جديدة وتعطي قوة للمنطقة. ولكن فين كاين الربح الكبير وشكون غادي يتحكم في هذه المشاريع؟ حيث اللي كيتحكم في البنية التحتية كيتحكم في المستقبل. وخا بين غير تنمية، ولكن العمق ديالها سياسي واقتصادي خطير. وخليكم معايا، حيث مازال ما وصلناش لأخطر نقطة. دابا نشوفوا الجهة الأخرى من الصورة، توترات سياسية شمال إفريقيا. ماشي صدفة جات حدا التعاون، بل رسالة واضحة. كاين استقرار في جهة وتوتر في جهة أخرى، وهنا كتدخل السياسة الثقيلة، حيث أي تعاون كبير في إفريقيا كيدخل في صراع النفوذ، وهذا الشيء ممكن يزيد يشعل التوترات. ولكن السؤال، واش هاد التوترات غادي تبقى غير سياسية ولا ممكن تطور؟ اللي جاي غادي يخليك تفهم اللي كيبان في الإعلام ماشي هو كامل الحقيقة، حيث كاين مصالح، تحالفات وضغط دولي، وكل دولة كتحاول تربح موقع أقوى. هاد التعاون بين الجزائر والنيجر ممكن يكون خطوة أولى في مشروع أكبر، مشروع كيهدف لإعادة رسم التوازن في المنطقة. ولكن واش هاد الشيء غادي ينجح ولا غادي يخلق صراعات جديدة؟ الجواب مازال ما بانش، ولكن المؤكد أن المرحلة الجاية غادي تكون مختلفة بزاف. وخا تظن أنك فهمتي كل شيء، راه مازال كاين اللي مخبي. في الأخير اللي شفناه اليوم ماشي غير خبر عادي، بل بداية مرحلة جديدة.
تعاون اقتصادي، تحركات سياسية وتوترات كتكبر، وهاد الثلاثة مجتمعين كيصنعوا مستقبل المنطقة. ولكن أكبر سؤال باقي مفتوح، واش هاد التحركات غادي تجيب الاستقرار ولا غادي تفتح باب الأحداث أكبر؟ وخا بان أن الصورة واضحة، راه كاين جزء كبير مازال مخفي، واللي جاي ممكن يكون مفاجأة للجميع. خليكم ديما متابعين، حيث القادم ماشي عادي.